خش بقى عشان اوعيك على الليله. ماشي. الليله على ابو تريكه. ماشي. بص، كلام واستفزاز على قد ما تقدر. تلاقيني قاعد عمال استفز فيه. هتلاقي واحد هيخش مثلا عامل صحفي هيستفز فيه، ما اعرفش مين عامل ايه هيستفز فيه، مش عارف ايه هيستفز فيه. انت شغال وانا عارفك رخم، بس رخم عليه على قد ما تقدر. وكل حاجه بقى القديس ومش القديس وبتاع، وانا بقى هفضل قاعد عمال اديله، عمال تخدر الناس وتبنك في الناس وما اعرفش ايه سيبني من الموضوع ده. بس سيبني من الموضوع ده. انت انا عارفك طلوقه، خش عليه وهتلاقيني انا في ظهرك على طول. باراكوتا جاب الضيف وذبح له القطه. خد بالك خد بالك. يا حكم، هو عشان رجاله النهارده انت ما بتركبش مايكات؟ ها يا نهار اسود عليك انت. والله بقول لك ايه، من ساعه ما بدات هو اللي شغال، الحكم يجري ويركب والمايك يقع جوه ويجيب المايك من جوه، شغلانه. ويروح يحطه في الحته الغلط الاول عشان يرجعوا يقولوا له حطه في الحته الصح. الزبيبه دي ايه؟ زبيبه علينا. ده متشرحها. احنا بناء على طلب الساحر محمد ابو تريكه قررنا النهارده ان احنا نجيب معاه الكابتن احمد فتحي، طبعا لان هو مش هيوصل لمرحله الساحر يعني، لان فرق كبير طبعا ما بين الاثنين. معانا ابو تريكه واحمد فتحي، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. الله الله اكبر، أكبر. ربنا يخليك يا كابتن بركات. وانا سعيد جدا ان اكون موجود مع احمد فتحي. أنا انا ما أسعد بيعرفش طبعاً. يلعب بس يلا. انا اسعد طبعا يعني ان يكون مع الساحر ابو تريكه. انا ملاحظ ان انتم مش سعداء ان انتم معايا. في البدايه طبعا يعني انتوا عارفين احنا اسره واحده، يعني ما فيش حد فينا غريب يعني. ابو تريكه، انا بما انك راجل طبعا معروف عنك التدين الشديد، عايز اعرف يعني ابو تريكه بيعمل ايه في رمضان مختلف؟ احنا عارفين هو متدين على طول، بس ايه الاختلاف في رمضان؟ يعني ما فيش الاختلاف ان انت يعني بتبقى مقبل على الطاعه كويس. الحمد لله يعني شهر صفدت فيه الشياطين، فانت بتقدر انت تحاول بقدر الامكان انت تزكي نفسك فيها وتقرب الى ربنا سبحانه وتعالى بالطاعات الكثيره، بالصلوات، بتلاوه القران. بيبقى فيه روح جماعيه اكثر. وزي ما بقول الصيام حاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى الصوم لي فانه لي، فحاجه كويسه طبعا ان انت بتتقرب بيه ربنا سبحانه وتعالى. رايك ايه في الكلام ده؟ لا انا شايف مع ابو تريكه طبعا في الموضوع دوت. شهر رمضان من احسن الشهور اللي بتعدي على الانسان المسلم. فالواحد لازم في الشهر دوت يكون مخلص في اداء عبادته، مطيع لربنا ازيد من الاول. مم. بس سلام. والله انا هعيط بعد الكلام ده والله، يعني بصراحه يعني حاجه. بس احمد هو انت بتصدقه انه بيصوم؟ مين ده؟ احمد فتحي. انا صدقك انت، ده انا ما صدقوش هو. ليه؟ لانك انت بص عندك يعني ربنا يخليك يا كابتن انت بركات. باين يعني ده وضع طبيعي، ده عند الناس كلها. انما في ناس ممكن تتكلم وخلاص. صح كنت. نوعية انا احمد معاك في فتحي الموضوع ده. بالظبط. او يعني بص، احمد فتحي وسيد معوض مالهم الاثنين؟ الاثنين كلمنجيه. ازاي صح. كلامنجي؟ صح زي ابو تريكه بالظبط. ابو تريكه كلامنجي؟ ده اكبر واحد في النادي كلامنجي. ليه بقى؟ ليه؟ بيعمل ايه؟ ايه إيه؟ الغريب؟ المفروض كان مسافر اه وما سافرش. وايه اللي طب وايه رجعك انت؟ المشكله؟ او استنى لا يا كابتن بركات، وايه اللي رجعك انت من انجلترا؟ انا مرجع عشان العب معاكم. تلعب يعني معانا؟ اسيب الكوتا وابو تريكه في النادي الاهلي وما العبش معاهم. يا راجل حد بيلعب في الدوري الانجليزي؟ انت جاي هنا عشان تبوظ اللعب. بقول لك ايه، في مثل بيقول لك لو مش عارف لو كان في خير. كرمها كده الطير. ايوه صح. ايوه، فطبعا هو لقى نفسه هو هناك زي ابو تريكه مفيش. كل سنه برضه يقول لنا انا مسافر ويقعد. بصراحه انتوا تعبتوا قلبنا انتوا الاثنين، مش مشكله. بركات هنا مسخناتي مولعها نار. بركات هنا مسخناتي مولعها نار. خد بالك خد بالك. الفريق الذي هزم النادي الاهلي في القاهره، الفريق الذي هزم النادي الاهلي في القاهره في نهائي ابطال افريقيا 2007، الصفاقسي ولا النجم الساحلي ولا القطن الكاميروني؟ لا، النجم الساحلي طبعا. النجم الساحلي. كان رد نهائي. فعلك يا تريكا ساعتها بقى خسرنا ما شاء الله؟ طبعا كان حاجه صعبه جدا. كان طبعا وصلنا النهائي وكان في غيابات كتيره، وكانت ظروف الماتش صعبه جدا يعني طبعا حكم. والحكم العرجون طبعا.
كان ليك ضربة جزاء واضحة ما اتحسبتش، بالظبط. واحمد شديد ضربة وأحمد جزاء شديد. واضحة ما اتحسبتش. مش احمد كان ما اعرفش كان موجود ولا لا. ده كانش كان لسه لسه في كوزما جه. الكويتي سنة. اه ما كانش لسه جه. هو بيقعد يلف على الخليج عشان ياخد الفلوس القرشينات. طبعا فلوس هو زي ايه؟ ابو تريكه، زي ما انا ابو تريكه كده الف على الخليج عشان ياخد أنا ما فلوس. اه بس لفتش. ابو تريكة ما لفش. انا ترسانة اهلي. اه طبعا. انت بقى بص، اسماعيلي، كاظمة، شيفيلد، الاهلي. هو ولسه وهيبيع الاهلي في ثانية. اه وهيبيع الاهلي في ثانية لو لقى مليم زيادة في حتة تانية. بالظبط. صح؟ صح صح؟ صح. ماشي يا عم. من هو اللاعب الجزائري صاحب هدف في ايه؟ هم حاطين السؤال غلط ولا ايه؟ اللاعب الجزائري اللي احرز هدف في كأس العالم: رابح مجر، الازرق بلومي، قاسي سعيد. لا الازرق بلومي طبعا. ابو تريكة. اه طبعا اجابة صحيحة طبعا. لازق بلوم من الناس اللعيبة الكبار في الجزائر طبعا. في اي تعليق؟ لا طبعا مفيش تعليق، ما عنديش تعليق. احنا معانا اتنين موسوعه، يعني ابو تريكه موسوعه طب وانت مش موسوعة ولا ايه؟ لا انا لسه مضيقة؟ مضيق. لا يعني ما عندكش اي تعليق على اي حاجة. لا لا ما هي الجنسية الحقيقية لمحمد أبو تريكة قبل التجنيس لمصر بعد تألقه مع الأهلي؟ الأردنية، الفلسطينية، العراقية. الفلسطينية طبعا. قول لنا بقى. أبو تريكة هل الموضوع ده كان ليه أي يعني عايز أقول مثلا موضوع اللي حصل في كأس أفريقيا الأخيرة، موضوع التيشيرت وتعاطفا مع غزة، هل علشان موضوع يعني الجنسية الفلسطينية بالتحديد، يعني هل مثلا لو كانت أردنية أو عراقية كان هيحصل نفس اللي هيحصل ولا؟ يعني انت طبعا انت بتميل للاصول بتاعتك والجذور بتاعتك. مم. فاعتقد ان انت بتبقى تميل اللي ملوش اصل طبعا ما بيبقاش يعني اصيل في معنى الكلمه. زي ما قال حسين طبعا ان الامور طبعا لازم تبقى لك اصل ولك كيان. فهو طبعا الجنسيه الفلسطينيه طبعا فخر لاي واحد طبعا، وزي ما بقول ده تعاطفا مع القضيه نفسها يعني. سلام. انا انت بحترم ايه؟ رأي ابو لا تريكة طبعا طبعا انا ما احترم فتحي لا اكيد ما كلامه. اعرفش. لا انا احترم كلامك اللي ملوش اصل ما بيبقاش اصيل يعني. اللي ملوش اصل ما يبقاش مش اصيل. اصيل. هو ابو تريكة، لا الحته دي عجبتني في النقطه دي بالذات. وايه اللي خلاك هو دي بس اللي عجبتك؟ اه دي ايه اللي بالذات. خلاك سبت اسماعيليه؟ حلو. انت ما كنتش اصيل في اسماعيليه ليه؟ لا انا ما كنتش اصيل، ليه؟ هو انا من طبعي اللي انا مش اصيل. بص عايز اقول لك حاجه ابو تريكه، اولا هو زعل. لا انا ما زعلتش. اسمع بس. لا ما زعلتش. انا شادي محمد كان بيقول لي كلمه اول ما احمد فتحي، فاكرها؟ كلام كتير فعلا قليل. لا مش كلام كتير، فعل قليل. لا انت ما فيش فعل اساسا. شادي كان يقول لي احنا عايزين، كنت اقول له عايزين ناخد الواد احمد فتحي ده معانا الشله كده نبقى مع بعضينا كده بدل ما نبقى اتنين نخلينا. يقول لي لا ما ينفعناش، حماسي كده وبتاع وبيطلع مره واحده وعصبي. قال لي ما صح، ياكلش عصبي، انا معانا. عصبي شويه، ما ينفعش عصبي، معاكم. عصبي. وكل شفت مواقف كتير فعلا شادي محمد عنده حق، ما ينفعش ده. لا هو حماس. انا حماسي بصراحه. حماسي وعصبي. هو بيجري كتير وكل حاجه زي ما بقول لك ومجهوده كويس في الملعب، انما زي ما بقول لك انتاجه قليل. كل واحد ليه ميزه. انا اجري كتير لكن انت ممكن تنتج، انت ما تجريش كتير. طب هي وتنتج. الميزه ايه في الجري لو كان على الفاضي؟ لا ملوش ميزه، ملوش بيخسس. ميزه. بس ممكن يكون بيخسس، هو ده اللي احنا عايزينه. طيب يبقى في ميزه، بس ميزه ليك انت بس، موضوع التخسيس مش للفريق. اه مدح ياسين، احنا طبعا احنا بنشكرك، شكرا. وبسم الله ما شاء الله. يعني انا شايف ان الاسئله يعني جاوب عليها كلها صح. شكرا يا حسين. شكرا وربنا جدا. شكرا. يوفقك. شكرا سيف. شكرا يا حسين. فاصل. هايل حسين. فاصل وهنرجع لكم تاني علشان القضيه اللي هنناقشها. ده انا بقول لك كده، انا محضر لك قضيه اقسم بالله هتبص الناس ديت بقى هتسيب اللي وراها واللي قدامها وهتقعد بقى ايه عامله كده علشان الناس خلاص اتخنقت. والله العظيم الناس اتخنقت. انا الحاجات اللي ما بقدرش اتكلم فيها في الوش في النادي كده ديت، هو بص ده برنامج اقعد اتكلم فيه براحتي بقى، اعمل زي اللي بيطلعوا او بتاع، وصل للناس وصل للناس اتكلم اللي في نفسي. وفي رمضان يعني. احسن ده انتوا بصراحه، ده انتوا كفرتونا يا رب. هو سيد معوض من ساعه ما جم دخلوا برجليهم الشمال. لا انا جيت إيه؟ النادي الاهلي خدت معاكم دوري. بقول لك واتصبت. خدت معانا دوري فين واتصبت؟ انت اتصبت قعدت سنه مصاب. كل ما يرجع بعد الاصابه يقعد شهرين. بتحسد تحس تبخر نفسك. اه بخر نفسي. انا نفسي مره تتحسد صح، يظبط او هات ملح انجليزي. مالها ايه؟ ملح انجليزي. ليه؟
ده يظبط لك الحسد لو في حسد. خلاص ما تعرفش يرجع الموضوع تاني للشيفيلد بقى بركات، اه ياخد انت ما تعرفش موضوع الملح الانجليزي ده ياخد بجد؟ الاستلين. ده انت لو